في الفترة الأخيرة مايكروسوفت بدأت تبعت إشعارات أو ترقية للمستخدمين ويندوز 10 إن هم يعملوا ترقية لويندوز 11. وطبعا الإشعار ده أو الرسالة دي ما بتجيش غير للأجهزة اللي تقدر تستحمل ويندوز 11، يعني بتكون الإمكانيات بتاعتها عالية علشان تقدر تستحمل النسخة. طبعا الأجهزة الضعيفة مش هيجيلها الترقية دي أو الرسالة دي، لكن تقدر تنزل ويندوز 11 نسخة خفيفة، وهنبقى نتكلم عن موضوع النسخة الخفيفة في فيديو تاني خالص. الفيديو ده بقى هنعرف ازاي نعمل ترقية لويندوز 11 بكل سهولة وطريقة سهلة جدا. شكل الاشعار زي ما احنا شايفين بيظهر بالشكل ده. طب لو مش موجود هنا نعمل ايه؟ هتيجي عند قائمة ستارت وبعد كده هتختار سيتنج، ومن سيتنج ابديت اند سكيورتي، وبعد كده هتلاقي شكل الاشعار زي ما يظهر معانا كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل اللي علينا ان احنا هنعمل داونلود اند انستول زي ما احنا شايفين قدامنا. اول ما بتضغط عليها بيبدأ يحمل. طبعا هنستنى لحد ما يجي 100%. طبعا انا كنت محمل نص النسخة قبل كده فواصل معايا لحد 85، فاحنا هنستنى لحد ما يوصل ل100%. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده وصل ل100% من تحميل النسخة. زي ما احنا شايفين كده هو حمل النسخة. هيبدأ يعيد تاني يعمل انستول دي هتبقى معناها ان هو هيبدأ يثبت النسخة على الفولدر اللي عليه النسخة القديمة اللي هي ويندوز 10. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده هو حمل النسخة، عمل داونلود وعمل انستول. كده هو بيقول لك ان انت تراستر الكمبيوتر علشان تبدأ تعمل خطوات تثبيت الويندوز، والخطوات سهلة جدا هنشوفها مع بعض. وزي ما احنا شايفين قدامنا هنضغط على ريستارت ناو، هيبدأ يعمل خطوات تثبيت النسخة زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا ما ينفعش تطفي الكمبيوتر او تدوس على اي حاجة في المرحلة دي لان هو كده بيبدأ يثبت النسخة. وطبعا محدش يقلق يا جماعة، الموضوع ده مش هيمسح اي ملفات من عندك خالص، هتلاقي كل حاجة زي ما هي. زي ما احنا شايفين كده هو بدأ يعمل النسخة، هو مش هيمسح معاك اي ملفات نهائيا. كل حاجة هتبقى زي ما هي زي ما انت كنت عاملها على ويندوز 10. كل اللي هو بيعمله ان هو بيشيل الملفات بتاعه الويندوز فقط وبيسيب كل حاجة زي ما هي ويحط لك ملفات ويندوز 11. يعني هتلاقي البرامج وهتلاقي كل حاجة زي ما هي حتى لو كنت حاطط حاجة على الشاشة. طبعا هنا هنستناه لحد ما يوصل ل100%. الموضوع مش هياخد منك ربع ساعة او نص ساعة بالكتير، هتلاقي النسخة متثبتة والدنيا زي الفل. زي ما احنا شايفين قدامنا هو كده بيبدأ يثبت النسخة بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده قدامنا كده النسخة فتحت معانا اهي. كده هو ثبت لك الويندوز من غير اي مشاكل، من غير اي فلاشات ولا اي حاجة. دي الترقية، والترقية سهلة جدا وما بتسببش اي مشاكل. الملفات زي ما هي، ما مسحش اي حاجة من عندي زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم.